مساء الفل. تعالوا نعمل احلى شوية فول احسن من بتوع المطاعم. مش هقول زي بتوع المطاعم لان هو فعلا احسن من بتاع المطاعم، عشان انتوا اللي هتبقوا عاملينه من ايديكم. اول حاجة هنيجي في طاسة على النار وهننزل بشوية زيت حلوين كده، وهننزل ببصلة متقطعة صغير، وهنفضل نقلب فيها لحد ما لونها يبقى دهبي معانا. اول ما نحس ان البصلة دبلت كده نقوم نازلين بفصين توم مهروسين، هنفضل نقلب لحد ما ياخد اللون الجميل ده بالشكل ده. وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الخل، وحباية من الطماطم. هنفضل نقلبها كويس برضو لحد ما تدبل معانا كده. وبعد كده هننزل بشوية بقدونس حلوين برضو. بعد كده هننزل بعلبة الفول بتاعنا. طبعا في ناس بترمي الماء بتاع الفول دي عادي، وفي ناس يعني ما بترميهاش فعادي برضو. يعني هو اصلا بيبقى متصنع ان هو يتعمل بالماء بتاعته، فلو انتوا حابين تحطوا الماء بتاعته مفيش مشكلة، حابين تصفوه مفيش اي مشكلة برضو. تمام. هنقلب بقى كويس كده. طبعا احنا لو حسينا ان قوام الفول تقيل ممكن نزوده شوية مية، مفيش مشكلة. طبعا بشوكة كده او بمعلقة، وممكن نهرس الفول بالشكل ده. هنبهر بقى الفول بتاعنا. نزلنا بملح، ده فلفل اسود، وبابريكا، وما تنسوش الكمون. بس كده، دي بهاراتنا. بجد وصفة سهلة جدا وبسيطة جدا، والطعم حاجة كده تحفة. لازم تجربوها يا جماعة بالطريقة دي، بجد ريحته خطيرة وطعمه احسن كمان. وزي ما قلتلكوا، لو حسيتوا ان القوام بتاعه تقيل شوية وحابين تخفوه بشوية مية مفيش مشكلة. بعد كده هننزل بمعلقة طحينة. الطحينة دي بتودي الفول في حتة تانية خالص يا جماعة. مقولكوش بقى على الريحة، بجد وصفة خطيرة جدا، ما خدتش وقت خالص. يمكن الوقت اللي الوصفة خدته هو وقت الفيديو بس. بجد والنتيجة خطيرة. خلص. تقدروا بقى تجرنشوه من فوق بشوية طحينة، شوية فلفل أو فلفل ألوان أو طماطم بالشكل ده، وبالعافية على قلبكم.